لا 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 الولد كويس، لا 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 ده بيرد عليا، لا 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 هو اخوه كان كده ومع الوقت اتكلم، لا 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 ده هم عايزين يعملوا عليا سبوبه، لا لا لا. ساعات الطفل بيتاخر في الكلام بس بيتكلم مع الوقت لوحده، ولكن بيكون عنده مشكلات لغويه بتبدا تلاحظها الميس في الحضانه او في المدرسه، فتبدا توجه ولي الامر ان احنا محتاجين نستعين باخصائي تخاطب، او ان احنا لازم ناخد جلسات تخاطب، لانه ده مأثر على التفاعل الاجتماعي في المدرسه او في الحضانه، ومأثر على تحصيلنا الاكاديمي سواء في بيكون الحضانه ولي او المدرسه. الامر عنده انكار بالمشكله او مش قادر يصدق ان انا ابني عنده مشكله، فبيبدا يقولك انا عارف مصلحه ابني. طيب ومع الوقت بيبدأ انه الولد يتطور في الكلام، ولكن يكون عنده فجوات. الفجوات دي مش بتظهر في اللغة، ولكن هي بتظهر على اختبار اللغة في اللغة، ولكن بتظهر في ضعف أكاديمي أو ضعف في التحصيل الأكاديمي، فأنا أثرت على الطفل وأنا مش عارف. مش بتظهر في اللغة وهو بيتكلم مع ماما وبابا، ولكن بتظهر في مهاراته الاجتماعية وكيفية التعامل مع الناس من حواليه بره البيئة المحيطة بالأسرة. تمام. فمحتاجين لو حد قال لنا ان ابني عنده مشكلة او ان انا محتاجة اعرضه على متخصص عشان ياخد جلسات، على الاقل ممكن اعمل اجراء وقائي، وهو ان انا اطبق عليه اختبار لغة علشان اقدر اعرف هل ابني متأخر فعلا ولا لا. رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير ودمتم بخير.